أسبوع جديد من الإثارة في الدوري المصري الممتاز، وأحداث كثيرة. في البداية، مواجهة قوية جمعت الزمالك وغزل المحلة. الأبيض بدأ اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم برأسية رائعة من أحمد ربيع قبل نهاية الشوط الأول، لكن غزل المحلة لم يستسلم، وعاد في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق محمود صلاح، لتنتهي المواجهة بتعادل مثير 1-1، ويفقد الزمالك نقطتين في صراع القمة. ثم جاءت موقعة الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية. المارد الأحمر دخل اللقاء وعينه على الصدارة، فافتتح التسجيل مبكرا عبر أحمد نبيل كوكا، ثم أضاف ياسين مرعي الهدف الثاني. وفي الشوط الثاني واصل الأهلي الضغط، فسجل محمد شريف الثالث، قبل أن يقل كهرباء الإسماعيلية الفارق بهدفين عن طريق أناجم وعصام الفيومي. لكن الكلمة الأخيرة كانت لأشرف بن شرقي، الذي أنهى المباراة بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة، لتنتهي المواجهة 4-2 للأهلي، في ليلة أثبت فيها أنه لا يعرف سوى لغة الانتصارات.